تأهل نادي الرجاء الرياضي إلى دور الربع نهائي دوري إبطال إفريقيا عقب انتصاره اليوم الثلاثاء ب3 أهداف مقابل 1 على مضيفه حورية كوناكري في المباراة التي جمعتهما على أرضيات ملعب 26 من مارس بالعاصمة المالية باميكو لحساب الجولة الرابعة من المجموعة بالمنافسة. وأنهى الرجاء الشوط الأول متقدما بهدفين دون الرد عن طريق متوسط الميدان وليد الصبار في الدقيقة 6 ثم محمد الناهيري عند الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة سددها بقوة 63 عبر، واستطاع الرجاء أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة اللاعب وليد الصبار من مجهود فردي قبل أن يتمكن حورية كوناكري من تقليص الفارق في الدقيقة 70 عبر اللاعب بأبي عبد ندياي. وقبل نهاية المباراة أحضر لاعب النادي الرجاء محمد زريدة ركلة جزاء في الدقيقة 84 لتستقر النتيجة عند 3 أهداف مقابل 1. تأهل نادي الرجاء الرياضي إلى دور الربع نهائي دوري